صراحة لهون وستوب. بدكم تسمحوا لي العرايس بلحمة بهالطريقة وانسي اي طريقة. جبت لكم اسرار اللحامين، اشي من اللي بيشتهيه قلبكم. طراوة غير شكل وبدون فرن وب10 دقايق يا مدام وبكونوا معاكي جاهزين. يا عيني يا عيني شو بشهوا القلب. فكالعادة يلا ننزل على التعليقات نصلي على الرسول، اكسب اجر انا وانتو. لو حابين تحتفظوا بالوصفة خدوها حالا حالا، مشاركة على صفحاتكم. بتمنى أحبائي ما تنسوا تضغطوا لايك لهذا الفيديو لحتى دايما جديد الصفحة يوصلكم مني أول بأول. انتوا ما بتتخيلوا هذا اللايك قديش بفيدني وبيدعمني. ونقول بسم الله ونبلش. في البداية عندي هون 700 جرام من اللحمة. أنا عاملة ميكس بين لحمة الخروف ولحمة العجل، وضايفت لهم شوية دهن. انت استخدمي اللحمة اللي بدك اياها. ضفت لهم حبتين متوسطة الحجم من البصل مقطعته ناعم، 3 حبات من البندورة ايضا بقطعهم ناعم، نص ضمة من البقدونس بقطعها ناعم ايضا، وعندي عرقين 3 من النعناع الاخضر بقطعه ناعم جدا جدا جدا. عندي هون معلقة كبيرة من دبس فلفلة، فيك تحطي دبس فلفلة حارة او حلوة كيف ما بتحبي، اللي هو نفسه هريسة الشطة. معلقة كبيرة من صلصة البندورة، وبضيف ملح وفلفل أسود حسب الرغبة، وبضيف يعني نص معلقة صغيرة من البهار المشكل مش أكتر من هيك. بضيف معلقتين 3 من الزيت النباتي، ومعلقتين كبار من دبس الرمان. يا عيني يا عيني على دبس الرمان، شو رح ينقل معاكي اللحمة من مكان لمكان تاني، فأرجوكم ما تستغنوا عنه. هو أكيد مكون اختياري ولكن أنا نصحتكم وإنتوا حرين. بخلط كل هالمكونات مع بعض تمام. بعد هيك بدخلها على الثلاجة شي 10 دقايق ربع ساعة لعندي اللحمة هيك تاخد من هالنكهة، وبعدين ببدأ أشتغل فيها. عندي هون الخبز العربي السميك، طعمته كتير أطيب من الرقيق، ولكن لو مش متاح عندك غير الخبز الرقيق برضه بيمشي الحال. بفتح الخبز كيف ما عم بتشوفوا تمام، وبعدين ببدأ إني أحشي فيه باللحمة بالطريقة والشكل اللي موضحة قدامكم بالفيديو. اعذروني على كل هالتفاصيل اللي أنا عمالي بقولكم إياها، ولكن أنا براعي الناس اللي حابة تجرب الوصفة لأول مرة، وكمان الصبايا اللي بتتعلم جديد بالمطبخ. ولو وصلتوا معي لهون بتمنى تكتبوا لي تم و10 على 10 يا ملك، هذا لو عجبتكم الوصفة وحبيتوا إنكم تطبقوها. كيف ما عم بتشوفوا فردت اللحمة، ولكن اللحمة ما بنعملها كتير سميكة ولا بنعملها كتير رقيقة، خير الأمور أوسطها، بتطلع معكم كتير طيبة. وأنا قلت لكم إنه أنا اللحمة بحب أخلطها بين لحمة العجل ولحمة الخروف لحتى ما تكش معي. وبكلا الحالتين لو حطيت استخدمتي لحمة خروف أو استخدمتي لحمة عجل، إضافة الدهن اللي هي مع خلطة اللحمة بتعطيكي طعمة ولا أحلى ولا أطيب ولا أروع من هيك. رح أعطيكي طريقتين لحتى تعمليها بدون فرن تمام، وانت اختاري الطريقة اللي بتفضيها. بالمقلاة رح أدهنه بمسحة بسيطة من الزيت، وبحط الرغيف وبغطي عليه، وبخلي الحرارة عندي على أقل من المتوسط، وبضلني رايحة جاي أقلب بها الرغيف لحد ما تستوي معاي اللحمة. اللحمة اللي احنا مستخدمينها مفرومة دورة على الناعم، ولكن هي بتشم النار لحتى تستوي، فما رح تاخد معاكم وقت. ومع هيك غطوها لتستوي معاكم كيف ما شفتوا، ما رح تاخد أكتر من 5 دقايق. عندي هون الجريل رح أدهنه أيضا بمسحة بسيطة من الزيت، وبحط الرغيف تمام، وبرجع بدهن الأرغفة كمان على الوجه بالزيت. ولو حبت تحافظي على الجريل يضل معك نظيف، فيك تحطي ورق زبدة بيطلع معك ولا أحلى ولا أروع ولا أطيب من هيك. بغطيه تمام، وما بياخد معاكي وقت لتستوي على الجريل تقريبا من 8 ل 10 دقايق، ولكن على المقلة بصراحة كتير أسرع. ولكن انت شوفوا الطريقة اللي بتحبيها. شوفوا بسم الله ما شاء الله، عن جد اشي من اللي بيشتهيه قلبكم. وهلأ رح أقول لكم كيف ممكن يطلعوا معاكم بشهوا القلب. أكيد فيكم تشووهم على الفحم، ولكن لو بتحبوا طعمة الفحم بالعرايس، هي فحمة بتطفيها بشوية زيت وبتغطيها شي 5 دقايق يتشرب هالخبز وهاللحمة من طعم الفحم، مع جنب كاسة لبن عيران أو مخيض. عيني يا عيني بتشهي القلب. شوفوا لي هالطراوة، يا عيني يا عيني. ألف صحة وعافية مقدما. كنت معكم أنا ملك عبد العال، وباي باي.